ليه انت بعد ما رمضان خلص ابتديت كده تقع في ذنوب كتيره، وكمان بيجيلك وساوس انك انت تعمل حاجات حرام. والحقيقه اللي انت ما تعرفهاش خالص ان بعد ما رمضان بيخلص الشيطان بقى بيطلع لك من السجن اللي كان محبوس فيه طول رمضان، فبيطلع لك وبيكون جايلك، بيكون مفوس منك قوي، بيكون محروق جدا منك. وده لانك بقالك 30 يوم عمال تصوم، 30 يوم عمال تقرا فيهم قران، 30 يوم عمال تصلي وما بتاخرش الصلاه، وبتصلي التراويح على قد ما تقدر. وكمان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك كل ذنوبك اللي انت عملتها، اللي الشيطان طالع عينه معاك من اول السنه وعمال يوقعك فيهم. فالشيطان بقى بعد ما بيخلص رمضان بيكون جايلك وهو على اخره، شغال عليك ليل نهار، عمال يوسوسك انك انت ترجع بقى تعمل ذنوب. يا راجل ده انت بقالك 30 يوم شغال عباده وصلاه يعني وصوم، فارجع بقى اعمل الذنوب. بيقعد يفكرك انك انت ترجع تعمل الذنوب اللي انت كنت